الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كثيرا ما يذكر أصحابه بقضية كلنا صائرون إليها وكلنا متجهون نحوها، وكان يحثهم ويوصيهم دائما بأن يتذكروا هذا الأمر الذي سنصير إليه جميعا. فقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يكثروا من تذكر الموت، ويوصيهم بأن يتذكروا هذه اللحظات التي سيصيرون إليها، والتي سيصلون إليها لا مفر من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل الآخر خرج مذكرا وخرج مناديا: يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يا أيها الناس، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. لحظات الموت لحظات حاسمة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا مفر من الموت. صغيرنا سيموت وكبيرنا سيموت،
وذكرنا سيموت وأنثانا ستموت، الغني سيموت والفقير سيموت، الجميع سيموت. قال رب العزة والجلال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما من أحد على هذه الأرض إلا وسيفنى، إلا وستأخذه ملائكة الموت وتقبض روحه. أيها المسلمون، إن لحظات الموت لحظات حاسمة ولحظات شديدة تمر بالإنسان في تلك اللحظات. ولذلك يقول رب العزة والجلال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. تيقن أنه سيفارق الدنيا، تيقن أنه سيفارق الأهل والأولاد، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. عند ذلك تجتمع شدائد الدنيا وشدائد الآخرة في تلك اللحظات التي سنعيشها جميعا والتي ستمر بنا جميعا، ولكننا في غفلة عن هذه اللحظات، وإلا فهي لحظات قاسية ولحظات مؤلمة عند أن نودع هذه الحياة الدنيا وعند أن نغادر هذه الحياة الدنيا. يقول رب العالمين: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الأمر الذي كنت منه تهرب والذي كنت تتناساه وتتجاهله. سماها الله سكرة لأنها شديدة ولأنها مؤلمة. ولذلك فإن الإنسان ولا بد سيعاني من تلك السكرات، سيعاني من تلك السكرات، كيف لا؟ وملك الموت يأتي إليك لينتزع روحك، ليأخذ روحك. لو أن إنسان أتى ليضربك بعصا لا فررت منه ولا خفت منه، فكيف عند أن ينزل بك ملك الموت ليأخذ روحك ويقبض روحك وينزعها من بين جنبيك؟ هذه اللحظات عانى منها سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل به الموت ولما جاءت ساعة الاحتضار كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتصبب عرقا ويمسح برأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو خليل الله، ومن اصطفاه يجد حرارة الموت ويجد سكرات الموت. فكيف بي وبك إذا نزل بنا الموت وإذا جاءنا ملك الموت
ما هي الآلام وما هي الأوجاع التي ستصيبنا والتي ستنزل بنا. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مجموعة من بني إسرائيل خرجوا إلى مقبرة فسألوا الله أن يخرج لهم رجلا من هذه القبور، فأخرج لهم، فسألوه عن الموت فقال: إني مت منذ 100 سنة ولا زلت أجد سكرات الموت، ولا زلت أجد حرارة الموت منذ 100 سنة. فيا لله فيا لله، كيف سيكون حالنا، كيف سيكون حالنا عند أن ننتقل إلى الله، عند أن ننتقل إلى الله؟ لا مال ولا جاه ولا أهل ولا أقارب، الكل سيتخلى عنك، الكل سيتركك تواجه مصيرك وحدك، الكل سينفر منك، الكل لا يستطيع أن يعمل لك شيئا، زوجتك، أبناؤك، أقاربك، مالك، جميع ما تملك، إنه لن يستطيع أن يقدم أحد لحظة واحدة من حياتك أو أن يؤخرها. فلذلك علينا بالاستعداد، علينا بالاستعداد ليوم نرحل فيه إلى الله، نرحل فيه إلى الله، يوم تكون نهايتنا فيه المقابر، يوم تكون بيوتنا فيه القبور واللحود وملابسنا تلك الأكفان. عند ذلك يتذكر الإنسان ويريد أن يرجع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. الآن لما نزل به ملك الموت وعاين الأهوال وعاين الشدائد وعايش تلك اللحظات المؤلمة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب يا رب، لقد كنت مقصرا في الصلاة، فأخرني لحظات وأخرني دقائق من أجل أن أعود. كلا يا رب، أخرني لحظات من أجل أن أقوم إلى جوالي أمسح منه الأغاني وأمسح صور النساء. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها. يا عباد الله، يا عباد الله، يا أيها المسلمون، لنا أن نتخيل تلك اللحظات وأن نعيش تلك اللحظات عند أن تعاين أمر الله وعند أن تعاين ملك الموت، تحاول وتريد أن ترجع إلى هذه الدنيا، تتذكر ذنوبك ومعاصيك، تتذكر ظلمك للعباد، تتذكر تركك للصلوات، تتذكر الغيبة والنميمة، تتذكر الأوزار التي كنت تعملها والتي كنت تقارفها، فتحاول أن ترجع، تريد أن ترجع لعلك أن تعمل عملا صالحا، لعلك أن ترد الحقوق إلى أهلها، لعلك أن تستسمح ممن ظلمتهم، ولكن أنى لك الرجوع، أنى لك الرجوع، أنى لك العودة.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فلا مجال للعودة ولا مجال للرجوع في تلك اللحظات عند أن تتذكر الذنوب والمعاصي والسيئات والأوزار والمظالم، عند أن تتذكرها فتكره لقاء الله تبارك وتعالى، لأنك كنت في هذه الدنيا تلعب وتظن أن المسألة مسألة لعب وغرور، لا تحسب لأعمالك أي حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، الموت كلنا نكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا أتته الملائكة فبشرته بالرضوان وبشرته بالجنان، فأحب واشتاق إلى لقاء الله، فعند ذلك يحب الله لقاءه. وأما الكافر والفاجر فإنه عند أن يكون في تلك اللحظات وفي تلك الأوقات يتذكر وتأتيه الملائكة فتبشره بالسخط والغضب من قبل الله، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. أيها المسلمون، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان المؤمن أو إذا كان المسلم في إقبال من الدنيا، إقبال من الآخرة، وإدبار من الدنيا، يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه، معهم حنوط من حنوط أهل الجنة وكفن من أكفان أهل الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الصالحة، أيتها النفس التقية، أيتها النفس المحافظة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فتخرج هذه الروح من الجسد فيضعونها في تلك الأكفان وفي تلك الروائح، فيصعدون بها إلى السماء. وإذا كان الإنسان من أهل الشرك والنفاق فإنها تأتيه ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط من حنوط أهل النار وكفن من أكفان أهل النار، فيأتي ملك الموت فيجلس منه مد البصر، فيأخذ روحه فينتزعها انتزاعة شديدة، ثم يقول: يا أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، اخرجي إلى سخط من الله وعقاب وعذاب. فتتفرط روحه في جسده فينتزعها، ثم يضعها في ذلكم الحنوط الذي هو من حنوط أهل النار، وفي ذلك الكفن الذي هو من أكفان أهل النار. أيها المسلم، لا تأمن على نفسك من الموت، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كم من إنسان نام فلم يقم إلا في المقابر، كم من إنسان خرج من بيته صحيحا معافى فرجع محملا على الأكتاف، كم من إنسان لبس ملابسه فلم ينتزعها منه إلا غيره،
وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. فهادم اللذات يهدمها ويقطعها، ويأتيك في اللحظات التي لا تتخيلها ولا تتصور أنك ستموت في تلك اللحظات. شاب في مقتبل عمره وزهرة شبابه يتعرس، كان منتظرا لهذه اللحظات ولهذا الوقت، منتظرها على أحر من الجمر. زفت إليه زوجته وعروسه، زفت إليه حبيبته ومن أحبها وطمع وانتظر اللقاء بها، زفت إليه. بقي معها في تلك الليلة على أحسن ما يرام، في حديث وشوق، كليهما مشتاق لبعضهما، ولكن لم يكن في خلد واحد من هذين الزوجين أنهما ربما يصبحان الصباح وهم في عسكر الموتى. جاءهم أمر الله وهم نائمون فأخذهم، كل نفس ذائقة الموت. جاء إليهم أهلوهم في الظهر فظنوا أنهم بسبب شردهم وسمرهم نائمون ومتعبون. جاء العصر فدقوا تلك الأبواب، لكن لا جدوى لم يكن من الأهل إلا أن كسروا تلك الأبواب، فدخلوا فوجدوا الزوج مع زوجته قد فارق الحياة. كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رجل كان في الغربة، اغترب مدة طويلة، أراد السفر، فأراد أن يجعل هذا السفر مفاجأة لأهله وأقاربه. اتصل بزوجته وهو في إحدى المحافظات يبشرها بمقدمه إليها، فرحت الزوجة واستبشرت وهيأت نفسها، وربما حدثت أهلها وجيرانها بأن زوجها سيقدم عليها، ولكن لم تكن تدري ما الذي يخبئ لها القدر. كانت منتظرة على أحد من الزوج لزوجها الذي لطالما اشتاقت إلى رؤيته، الزوج الحنون والحبيب. وبعد لحظات وساعات يتصل هاتف هذا الرجل، فتأخذ المرأة هذا الهاتف لترد على المكالمة، ولعله كان في خاطرها أن زوجها أصبح قريب من بيتها، يريد منها أن ترسل بأولاده من أجل أن يأخذوا الأمتعة مع والدهم. ولكنها كانت تلك المفاجأة التي لم تتوقعها، إنها تسمع صوتا غير صوت زوجها. يا الله، ما الذي يحدث؟ فلانة. قالت نعم. قال لها عظم الله أجرك، فقد أخذ الله روح زوجك وهو في الطريق. هكذا الموت لم يمهله الموت أن يصل إلى أبنائه ولا إلى أحبابه من أجل أن يودعهم، ومن أجل أن ينظر إليهم، ومن أجل أن يشمهم. أخذه الموت، أخذه هادم اللذات. إنه يهدم اللذات، يقطعها. ما دخل على بيت فيه سرور إلا أحزن أهله. الموت لا يعرف أنك ما زلت شابا، أو أنك في عرس، أو أنك في عزاء، كل ذلك لا يعرفه الموت. فمتى جاءت لحظة الاحتضار أخذت
ويا ليت شعري كيف لحظاتنا عند أن ننتقل إلى الله. كيف هي اللحظات التي ستكون آخر لحظات من حياتنا. أيها الإخوة، شاب آخر يعقد بامرأة ويحدد موعد زواجه وزفافه، فيرسل إلى أهله وإلى إخوانه وإلى أحبابه من أجل أن يحضروا عرسه. وفي يوم الأربعاء وكان الموعد للعرس يوم الخميس، خرج هذا العروس من أجل أن يأخذ بعض الأدوات لزواجه ولعرسه، وفي طريقه حدث له حادث. فبدل أن كانت تلك الدعوات دعوات فرح، كانت دعوات لحضور جنازته والصلاة عليه. لا إله إلا الله. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عروس تخطب ويعقد بها ويحدد موعد زفافها. جاء الأهل، جاءت خالاتها وعماتها وأقاربها من كل حدب وصوب من أجل حضور عرس ابنتهم، فرحوا معها وضحكوا معها، ولكن لم يكن على بال أحد منهم أن تلك اللحظات هي اللحظات الأخيرة، وتلك النظرات هي النظرات الأخيرة. انتهي من حفل زفافها، وبينما هي تقدم إلى زوجها وفي الطريق ماتت هذه المرأة. ماتت هذه المرأة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قولوا قولي هذا واسع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، أيها الآباء، إننا لا ندري متى يفجأنا الموت، ولا ندري متى ينزل بنا الموت، ولا ندري متى يأخذنا الموت. لذلك لنكن مصلحين فيما بيننا وبين الله، لذلك لنكن صادقين مع الله، ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى. الموت قد يأتيك في وقت لا تتوقعه، ولك أن تتخيل تلك اللحظات الأخيرة التي تعيشها مع أهلك ومع زوجتك ومع أقاربك، الجميع بين يديك، إنهم ينظرون إليك نظر الشفقة ونظر المحبة. يود الواحد منهم لو فداك بأهله ونفسه وماله، ولكن أنى له ذلك. وكأني بك وقد حضرت بك سكرات الموت، فأخذت تودع أهلك، وأخذت تودع أقاربك، وأخذت تودع زوجتك. إنها اللحظات الأخيرة أيها الآباء. ولعلك تنظر إلى ولدك الصغير يمر من حواليك فتأخذه وتضمه إلى صدرك تقبله قبلات الوداع. إنها اللحظة الأخيرة يا صغيري، أستودعكم الله. هذه هي اللحظات الأخيرة التي سأراكم فيها. تخيل تلك اللحظات التي فيها تخرج من بيتك محملا على أكتاف الرجال، فلعل ابنك الصغير الذي لا يعرف ما معنى الموت يصيح: لماذا تأخذون أبي هكذا؟ وأين تذهبون بوالدي؟ وإلى أين تأخذونه؟ ولكن لا تسمع نداء ابنك. تخيل تلك اللحظات
وقد قدمت إلى المغسل ليغسل جسدك وجسمك، فخلع عنك تلك الثياب وجردك من الملابس وغسلك وقلبك يمنة وشملة. لك أن تتخيل تلك اللحظات التي تقدم فيها إلى المحراب فيصلي عليك الإمام ب4 تكبيرات لا خامس لها، ركعات دون ركوع وسجود، فيصلي عليك، وبعد الصلاة والانتهاء من الصلاة عليك يأتي إليك الناس لينظروا إليك تلك النظرات الأخيرة ويودعونك الوداع الأخير، ولكن أنت في حال لا يعلم بها إلا الحي القيوم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه هي اللحظة الحاسمة، قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، واحتملها الرجال، وضعت على النعوش ووضعت في تلك السرير واحتملها الرجال على أعناقهم، هذه اللحظة كلنا ستمر بنا، فإن تك صالحة قالت: قدموني 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 لأجد ما وعدني ربي، وإن تك غير ذلك، اسمع، وإن تك غير ذلك، إن لم تكن من أهل الصلاح، قالت: يا ويلها يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق من شدة ذلكم الصياح الذي يصيحه هذا الرجل. فيا ليت شعري ما حالي وحالك، هل سنكون من أولئك الذين ينادون: قدمونا إلى مرضاة ربنا، أم من أولئك القوم الذين يصيحون وينادون: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. هذه هي الحقيقة، وهذا هو المآل، وهذا هو المرجع الذي سنرجع إليه كلنا في هذه الدنيا وفي لحظات صحتك وعافيتك. قد تسرق، قد تزني، قد تشهد الزور، قد تظلم، قد تبغي، قد تأكل المال الحرام، قد تتكلم على فلان وتسب فلان وتأخذ مال فلان، ولكن تذكر دائما وأبدا أن هناك لحظات حاسمة ستنتقل إليها وستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ذهب المال، ذهب الجاه. الله سبحانه وتعالى في الآخرة لا يعامل الناس على أن هذا من قبيلة كذا، أو أن هذا كانت له وجاهة في قوم، لا، الناس كلهم عند الله سواسية. لذلك احرص يا عبد الله ويا أخ الإسلام ويا أخت الإسلام على أن يأخذ الله روحك وهو راض عنك، وهو راض عنك. إياك ثم إياك ثم إياك أن يأخذك الله وأنت عاصي، لا يأخذك الله وأنت واقعا في معصية الله تبارك وتعالى. لا يكن حالك كحال ذلك الرجل الذي خرج من بيته تاركا لصلاة العشاء وصلاة الفجر، وكان ذلك اليوم موعد سفر. قالت له زوجته: يا فلان قم فتغسل وصل الفجر فأنت على سفر. فلم يعبه بكلام زوجته ولا بحديثها،
خرج حاملا أمتعته وركب السيارة منطلقا إلى مقر عمله وإلى محله، لم تمضي إلا لحظات يسيرة ولحظات قليلة فتنقلب هذه السيارة ويكون هذا الرجل من ضمن الموتى والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإلى من ينامون وإلى من يؤخرون صلاة الفجر وغيرها من الصلوات احذروا، قد يأتيكم الموت في تلك اللحظات، فكيف ستكون وجوهكم أمام الله تبارك وتعالى. والله لو أن إنسان حصل بينه وبين صديق له مشكلة وربما حدث أن زعله لا يطيق أن ينظر إليه، فكيف بك إذا واجهت الله وقابلت الله تبارك وتعالى وأنت على معصيته. انظر، لو أن إنسان يتحدث عن إنسان وجاء هذا الرجل وهذا الإنسان يتكلم عليه، كيف تجد أنه تتغير ملامح وجهه، وأنت عند أن تموت وأنت على معصية الله ما ظنك بربك أنه سيسمعك؟ أيها الإخوة، أيها الأحباب، في هذه الحياة الدنيا نستطيع أن نعمل ما نريد ونستطيع أن نعمل ما نشاء، ولكن لنتذكر دائما وأبدا أن الموت سيأتينا وأن الموت سيبغتنا وأن الموت سيأخذ أرواحنا. ألا نأمن؟ هل تكن أعمالنا صالحة؟ هل نكن مقبلين على الله مبتعدين عن الأعمال السيئة؟ أسأل الله بمنه وكرمه جوده وفضله وإحسانه وامتنانه أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتوفانا وهو راض عنا، نسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنا، نسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، عزايا مغفرتك، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر.